السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضر معكم المملحات. يعني هاد المملحة كتجي هكا رطيبة وهشيشين، وهما مملحات اقتصاديين يمكن لنا يعني نعمرهما ولا نستعملوا في الحشوة ديالهم. اي حاجة موجودة عندنا في الدار، اقتصاديين ورطبين وغزالين في نفس الوقت، يعني باش نوعوا في الطبيله ديال رمضان. ان شاء الله ملي غادي تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ودابا على بركه الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا في البول فاش غادي نعجن غادي نضيف كأس ديال الماء دافي وكاس ديال اللبن. بالنسبه للبن انا ما كانش عندي الحليب وكان عندي غير واحد الكاس ديال اللبن واستعملته. اذا اللي ما دفيت فقط الماء، وضفت كذلك واحد الملعقه ديال الخميره الفوريه، واحد الملعقه ديال السكر غير باش تساعدينا ان هاد الفطائر ديالنا يجيونا محمرين شويه ويساعدوا لينا الخميره باش تخمر. صافي هنايا غادي نخلط واحد شويه حتى غادي يذوب ليا هاد الخميره مع السكر. صافي بعد ما ذوبت الخميره مع السكر غادي نضيف 4 ملاعق من الزيت النباتي، ولا يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون، لكم الاختيار. يعني 4 ملاعق عامرين ديال الزيت. صافي بامكانكم انكم كذلك انكم تستبدلوا يعني الحليب او اللبن، تستبدلوه بالهذا بالحليب المجفف وتضيفوا الماء، وتضيفوا 2 كيسان ديال الماء وتضيفوا الحليب المجفف اي نيدو. وغادي نضيف كذلك ملعقه صغيره من الملحه، وغادي نبدا نعجن. والدقيق ديالنا من الافضل انه يكون مغربل. صافي بالنسبه للدقيق فانا غادي نبدا نضيف الدقيق غير بشويه بشويه حتى غادي نتحصق العجين اللي غادي تشوفوا معايا في الاخير ديال ما غادي نجمع هاد العجينه هذه. يعني العجينه كتكون رخوه، ما كتكونش يعني العجين يعني ما تجيناش قاصحه، باش هاد الفطائر يجيونا ولا هاد المملحات يجيونا رطبين وما يجيناش يعني ما يجيناش مدقسين. كنخليوهم رطبين اولا رخوين وكيلتصقوا باليدين. صافي يعني كنخليو العجينه كتلتصق واحد شويه. صافي بعد ما دلكتها مزيان، انا دلكتها بعد ما دلكتها مزيان غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت. انا هنايا دهنت يديا بشويه ديال الزيت باش ما تلتصقش ليا في اليدين، حيت هي راه كتلصق. صافي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نوضعها جانبا في مكان دافئ وغنخليها حتى تختمر هي هاد العجين. صافي غادي نخليوها حتى تخمر ليا مزيان. ودابا على بركه الله ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا في المقلاة الفلافل مع البصل، عندي هنايا بصله خضاريه متوسطه، وكذلك شويه ديال الربيع، قزبر معدنوس، والفلفله حمراء وفلفله صفراء. بالنسبه للفلافل يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الفلافل عندكم. صافي غادي نشحروا هاد البصله والفلافل. انا هنا يعني النار اولا العافيه جهدتها واحد شويه لان الفلافل كانوا عندي في المجمد طلقوا لي الماء، فغادي نزيد عليهم واحد شويه العافيه باش دغيا تشحروا ليا وما تلقوش ليا داك الماء. يعني ما نخليش لهم العافيه قليله باش ما يبقاش داك الماء فتره طويله. نتمنى تكونوا فهمتوني. دابا غادي نضيف شويه ديال البزار وشويه ديال يعني الكركم وشويه ديال التحميره الفلفل الحلو وشويه ديال السكنجبير والملحه. صافي وغادي نخلط هاد التوابل مع هاد الفلافل حتى غادي يتبلوا ليا مزيان. بالنسبه لي في هاد المرحله نسيت ما ضفت هذا الطون، لان هذاك استعملت فيه داك الطون اللي حضرت في المنزل، فنسيت ما جبتوش من الثلاجه. نتوما حتى ضيفوا ليها الطون لان في الاخير راني غادي نضيف ليها الطون.
صافي هنايا بعد ما تخمرت ليا العجين كما كتشوفوا، غادي ناخذ العجين وغادي نقطع منها يعني هكايا قطع اولا كرات يعني اولا قريصات. بالنسبه للحجم ديالهم كيبقى على حسابكم نتوما واش بغيتوهم واش صغار ولا كبار ولا متوسطين. انا هذا هو يعني الحجم اللي يعني استعملت. كنقرصها بواحد شويه هكا فوق سطح العمل، كندهنو بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا، وكنوضع في الوسط شويه ديال الحشوه ولا ديال لاصوص ديال البيتزا، وكنوضع شويه ديال الحشوه، وكنوضع كذلك شويه ديال الطون. انا في هذه المرحله باقي ما خلطته مع الحشوه، لكن في الاخير يعني ملي غادي نكملهم كلهم فانا خلطت الطون مع الحشوه صافي واستخدمته. ضفت شويه ديال الطون فوق الحشوه والصلصه، وضفت كذلك قطعه ديال الفرماج. هنايا الفرماج ديال الساندويتش خديته وقطعته على 4 ديال الاجزاء، كل جزء كنستعملوه في واحد الكريصه. بالنسبه للعجين كما كتشوفوا كنبداو كناخذوا في الجوانب بحال هكا وحنا كنجبدوا، راه كتجبد معنا العجين بكل سهوله كما كتشوفوا، وحنا كنجمعوا بحال كنديروا شي كموسه كما كتشوفوا بحال هكا، وكنضغطوا علينا بالاطراف الاصابع باش ما نهزوش ديك الصلصه وديك الحشوه، باش الحاجه يعني الكريسه ديالنا تجينا مقاده. يعني بعد ما ساليتهم كاملين بنفس الشكل وضعتهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران، ودهنتهم بشويه ديال البيض. بالنسبه للبيض اللي باش دهنتهم بالبيض ببيضه كامله، زدت لها شويه ديال صوص الصوجا ودهنتهم كاملين. بالنسبه للتزيين الا بغيتو يعني تزينوهم بالزنجلان من دابا كتزينوهم، الا بغيتيهم تزينوهم بالجبن في الطل الاخير صافي. خليتهم واحد شويه حتى تخمروا ليا، غير خليتهم واحد 10 دقائق غير طلع فيهم واحد شويه الخمره واحد شويه صافي، وكندخلهم الفران اللي سخون شاعل عليهم العافيه من الاسفل حتى يطيبوا ليا من الاسفل صافي، وكنشعل عليهم العافيه من الفوق باش يتحمروا ليا صافي. خرجتهم من الفران وانا غادي نزينهم بشويه ديال الفرماج محكوك، فرماج حمر محكوك من الفوق، غادي نزينهم بشويه ديال الفرماج. يعني الا بغيتو كما قلت لكم تزينوهم بشويه ديال البافو اولا تزينوهم بالزنجلان اولا تخليهم غير هكاك، فلكم الاختيار. اولا كذلك تزينوهم في الاول ديروا فيهم واحد زيتونه هكاك حلا في الوسط اولا خضره كتزيين صافي. هنايا غادي نزيد شويه ديال المعدنوس يعني هكا غير كتزيين من الفوق، وغادي نردهم هكا الفران سخون غير يذوب شويه هذا الفرماج فوق من المملحات ولا بالفطائر ديالو، وغادي نخرجهم ونقدمهم. كان هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالي بعد ما داب عليهم شويه داك الفرماج، كيجيو رطيبين وغزالين كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.